اعزائي المشاهدين، مسا عاملين يا جدعان؟ يا رب تكونوا بخير. من بدايه السنه وفوجي واخده الموضوع جد جدا. اول تجربه كانت مع السي بي سي في انك تجرب معدات فوجي مجانا، وده كان عن طريق رابط انت بتسجل فيه، وبعد كده بتروح تجرب المعدات. بعد كده عملوا في انك بتروح تجرب منتجات فوجي في اسبوع القاهره للمصور. بعد كده تخفيضات لحد 50% وارقام وهميه حرفيا. من الاخر حرفيا فوجي بتحاول تخش السوق عندنا في مصر عن طريق حته السعر شويه، خصوصا انها ما كانش لها سوق في الاول. بقى لنا فتره كبيره جدا محشورين في نيكون، وكان في ناس بسيطه كده بتروح لسوني. تقريبا اي نوع غير الثلاثه دول ما كانش موجود عندنا في السوق، ففوجي قررت انها تخش في فكره الناس السعر. وحرفيا السعر عندنا دلوقتي بقى فوق وعالي جدا، فكانت حته حلوه قوي ان هم يخشوا في الحته دي كماركت للشركه في الفتره دي. اول حاجه عملت تخفيضات الاسعار بتاعتها، تاني حاجه هي نازله بعده كويسه جدا وتقدر تنافس بيها في السوق عندنا في مصر، وحرفيا اسعار وهميه بالنسبه للاداء. فالنهارده جاي اكلمكم عن فوجي فيلم الاكس تي 4، وانا الحمد لله من اول الناس اللي اتكلمت على زد 5 في مصر، وكانت بتتكلم على الاداء بتاعها، ومفيش حد اشترى زد 5 غير لما فعلا شكر فيها، ودي كانت حاجه كويسه. فانا قررت برضو ان انا اخد حته كده من فوجي واتكلم عن كاميرا معينه شخصيا نفسي انا اجربها، اللي هي الفوجي اكس تي 4، وده حاليا عامل 25000، هو المفروض ان سعره الاساسي 51000، وهم عاملين عليه تخفيض 50% تقريبا، فالموضوع جامد. فوجي حرفيا بتتفوق بالمعالج بتاعها، والفوكس بتاعها ممتاز، خصوصا ان الميرور لسه كله ما فيهوش كلام في حوار الفوكس ده. الفوكس بتاعه ممتاز جدا. التوجه بقى بتاعها الاساسي هو حرفيا الفيديو بس، هي في الفوتوغرافيا هتقدم اداء كويس جدا ومش هيبقى عليه اختلاف. وفي مصورين اجانب انا بتابعهم بيستخدموا فوجي وبيعملوا ليها ريفيوهات كويسه جدا على اليوتيوب، غير ان هم بيعملوا فلوجات وهم بيصوروا. بس في حاجه لفتت انتباهي، حرفيا كل الكاميرات اللي معروضه كروب سنسور مش فول فريم. والسوق عندنا في مصر حوار السنسور ده عنده مهم جدا، ومش عارف الحته دي اختفت عن اللي بيسوقوا للكاميرا او شغالين في السوق بتاع الكاميرا حاليا دلوقتي ولا لا. بس احنا عندنا عقده شويه من السنسور، ان كروب فريم دايما اقل من الفول فريم. بس هل المعالج بتاع فوجي فيلم فعلا هيتفوق في السوق الفتره الجايه ويخلي الناس تنقل من كاميراتها اللي هي الفول فريم سواء نيكون او كانون او حتى سوني لفوجي؟ ما اعتقدش الحته دي انها ممكن تمشي. بس في حته لفتت انتباهي، الكاميرات اللي معروضه كلها كروب سنسور، غير انها في انواع منها اتوقف انتاجها بقاله فتره، وحرفيا من فتره كان السعر بتاعهم لسه مرفوع، وبعد كده عملوا التخفيض. فانا مش عارف هل فعلا التخفيض الحقيقي ان هو 50% زي ما هم قايلين، ولا هو ده نسبه وتناسب، او في حاجه غلط انا مش فاهمها. في حته كده مسقطه في النص، غير ان في خناقات في السوق عندنا دلوقتي بين المصورين الكبار، ان هل انا هروح لكروب سنسور ولا لا. في مشكله مش مفهومه لحد دلوقتي، ولحد دلوقتي فوجي ما اتكلمتش عن الموضوع، هي كلها اتكلمت عنه اللي انت جاي تاخد الكاميرا وعليها تخفيض. نيجي بقى على النقطه اللي بعد كده، ان حرفيا عدسات فوجي كلها غاليه. هو احنا دلوقتي حاليا اي عدسه غاليه، خصوصا ان الميرور لسه كله غالي وعدسته كلها غاليه، فما نعرفش برضه هل ده هيبقى عليه كلام. وحتى التخفيضات اللي هم عاملينها لسه ما زالت العدسات غاليه. كل حاجه الوحيده اللي انا لفتت انتباهي قوي ان الكيت لينس اللي بيجي معاها حرفيا اداؤه كويس جدا عن اي كيت لينس كنت بشوفه بيجي مع اي بادي تاني من اي شركه تانيه. من وجهه نظر انا بقول لا، فوجي مش هتقدر انها تخش سوق عندنا، خصوصا ان مصطلح السنسور ده مهم جدا، واداء حرفيا الناس بتعتمد على السنسور اكتر من الذكاء الاصطناعي اللي الكاميرا بتقدمه لك او الاداء بتاع الكاميرا. لسه لحد دلوقتي في ناس مقتنعه عندنا في مصر ان الدي اس ال ار اعلى من الميرور ليس، فانت كمان منزل ميرور ليس وكمان كروب سنسور، فالموضوع هيبقى مخوف شويه. وانا مش بشكك في اداء الكاميرا، اداء الكاميرا كويس جدا، والريفيوهات اللي انا شفتها عن الكاميرا كويسه جدا، وربنا يقدر الفتره الجايه اعمل لكم ريفيو على الواقع عندنا هنا، واقدر ان انا اتكلم بالتفصيل قوي عن الكاميرا واقدم كل حاجه فيها، واعمل بينها مقارنات وبينها وبين الار وبين حتى الزد 5. ففي الاخر انا مش هعرف ادي قرار في الموضوع ده زي ما اتكلمت قبل كده عن الزد 5، لكن الفكره في الفوجي فيلم احنا مستنيين المصورين الكبار عندنا لسه بيتخانقوا اصلا في الموضوع ده، وهل انا هحول من فول فريم لكروب سنسور، وايه الدوافع اللي تخليني احول ده، خصوصا اللي انت لو بتتكلم في سعر 30000 انا ممكن اخد فول فريم زي الزد 5 مثلا، او ازود شويه واجيب ار، او ازود شويه واجيب سوني. فالموضوع مرعب، الموضوع بالسهل. كاميرا من غير تخفيض عامله 50000 جنيه، 50000 جنيه انا ممكن اجيب الار. اتكلم في اسعار وهميه مش اسعار سهله. سلام يا جدعان.